السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وترك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البليلة بقوام كريمي وحلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. معايا ربع كيلو من الغلة بما يعادل تقريبا كوبايتين من الغلة. أول حاجة لما تجيبي الغلة لازم تختاري لونها يكون لونها فاتح كده زي ما انت شايفة معايا بالظبط. أول ما تجيبي الغلة لازم تنقيها لأنها بتبقى مليانة شوائب كتيرة جدا، وبعد ما تنقيها تشطفيها وتغسليها كويس بمية جارية أكتر من مرة، وبعد كده تنقعيها. طيب مدة نقع الغلة معاكي قد ايه؟ مش أقل من ساعتين، والأفضل إنك تنقعيها من بالليل للصبح أو من الصبح لبالليل على حسب الميعاد المناسب ليكي. كل ما طولتي معاكي من فترة النقع كل ما قصرتي معاكي من مدة التسوية على النار. أنا هنا معايا تقريبا نقعتها تقريبا 10 ساعات، وهنا بقى شكلها بعد ما اتنقعت معايا هتلاقيها ما شاء الله زادت واتضاعفت معاكي في الحجم ولونها فتح. هي كده ان شاء الله جاهزة معانا على التسوية. هنشطفها من المية اللي كانت منقوعة فيها ونبدأ نحطها في حلة على النار. أهم حاجة لما تيجي تسوي البليلة على النار تختاري حلة حجمها كبير، لأن البليلة لسه حجمها هيزيد ويتضاعف معاكي، بالإضافة لأنها ممكن كمان تفور معاكي وانتي مش واخدة بالك، فما تطلعش برا الحلة، تلحقيها على طول وتوطي النار عليها. أول ما بتبدأ تغلي معاكي على النار بتبدأ تعمل زي ريم خفيف على الوش، شيليه بالمعلقة لغاية لما تبقى المية قدامك صافية خالص. هي كده دلوقتي خدت تقريبا 5 دقايق غلو على النار. هبدأ أجيب الغطا بتاع الحلة وأغطيها. لما تيجي تغطي البليلة ما تحكميش الغطا على الحلة بالظبط، لأن كده البليلة هتفور معاكي. خليه فيه هوا شوية معاكي، أو ما تحكميش الغطا معاكي قوي علشان البليلة ما تفرش وتبهدلك البوتاجاز. هنا تقريبا ما شاء الله بدأت تفتح معايا بعد ساعة، كانت استوت وحجمها زاد وبدأت تطلع النشا بتاعها في المية. هي كده خلاص جاهزة معايا ان انا اضيف عليها اللبن. في الوقت ده انا غالية معايا لتر من اللبن. اللبن لسه سخن مغلي، قمت ضيفاه على طول على البليلة وهبدأ بقى اقلبهم مع بعض كويس. لو بعد ما سلقتي الغلة معاكي وقبل ما تضيفي اللبن حسيتي ان كمية الغلة زيادة قوي عن احتياجك ليها، ممكن تعبيها في أكياس بعد ما تبرد وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على استخدامك على طول. هنا بقى دلوقتي هنبدأ أضيف معايا السكر عشان أحليها. أنا ضفت نص كوباية من السكر وما شاء الله ما ضفتش بعديها تاني، هي ما شاء الله عملت لي تحلية كويسة قوي للبليلة معايا. قلبت السكر لغاية لما داب. انتي في المرحلة دي ابدأي دوقيها وشوفيها سكرها معاكي مظبوط ولا لأ. بعد كده هنبدأ بقى نضيف معانا معلقة من جوز الهند. انا بحب قوي اضيف معلقه جوز الهند جوه المكونات بتاعه البليله نفسها، بتدي طعم للبن وللبليله حلوه قوي. غير طبعا ان احنا لسه كمان لما هنيجي نزوق الاطباق في الاخر هنرش رشه خفيفه من جوز الهند على وش الاطباق. بعد كده هجيب معايا بوله واكون حاطه فيها معلقه كبيره من الكريم شانتيه وعليها معلقه ممسوحه صغيره من النشا، وهبدا احط عليهم ميه بارده او معلقه لبن بارد. اهم حاجه ان الحاجه اللي هتدوبي فيها النشا تكون بارده، وتقلبيهم كويس قوي وتبدأي تضيفيهم معاكي على الخليط. هنا فايدة الكريم شانتيه وفايدة النشا، هيبدأ يحول اللبن من قوام خفيف وسائل لقوام كريمي ناعم خالص. بس هو ما تخافيش، مش هيبدأ اللبن يتقل معاكي، هو بس هيديله قوام كريمي مش اكتر من كده. خلي بالك بقى لو انتي عاملة كمية كبيرة من البليلة وهتعينيها معاكي في التلاجة وهتطلعيها تاني يوم على الاستخدام، فانتي في ساعتها ما تضيفيش معلقة النشا. ساعتها تاخدي جزء من البليلة اللي هتاكليه تحطي فيه معلقة نشا خفيفة، والجزء الباقي تحطيه في التلاجة من غير اي اضافات، تضيفي الكريم شانتيه بس، لان هو النشا اللي في البليلة هيبدأ يتقل اللبن معاكي. لكن لو حطيتي معلقة النشا هتلاقيه تقل معاكي جدا. نرجع بقى للبليلة بتاعتنا. قبل ما كنت اطفي عليها ضفت عليها كيس من الفانيليا، بيديها ريحة حلوة قوي وبيديها نكهة حلوة. ويدوبك طفيت وقلبت ومزجته مع المكونات وطفيت النار وبدأت أغرف البليلة معايا. ما شاء الله وهي بتتغرف هتشوفي الكبشة بتاعت البليلة، هتحسي ان القوام نزل كريمي جدا من الكبشة. هنا بقى بعد ما بردت معايا، هي ما بردتش قوي يعني، هي كانت لسه دافية معايا.
كانت ما شاء الله عملت وش على الطبق من فوق، لإن اللبن كان ما شاء الله كان دسم وكان سخن كمان. هنشوف بقى القوام بتاعها ما شاء الله حلو جدًا. أتمنى إن انتوا تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها إيه. ولو أول مرة تشوفي الفيديو أتمنى إنك تنوريني وتشتركي معايا في القناة، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.